ازيكم عاملين ايه؟ كتير مننا واحنا صايمين بيجيلنا صداع في نهار رمضان، ومش بنبقى عارفين اسباب الصداع دوت ايه. فالنهارده هقولكوا على 8 اسباب من اسباب الصداع اللي بيجي في نهار رمضان. اول سبب التغيير المفاجئ اللي بيحصل في مواعيد تناول الوجبات، فده بيلخبط الجسم وبيؤدي الى وجود الصداع. اما السبب التاني التوقف عن تناول القهوة والشاي وكل المنبهات في الفترة الصباحية بشكل مفاجئ، وده كمان بيؤدي لظهور الصداع في نهار رمضان. أما بقى السبب الثالث تناول الأطعمة مرة واحدة في وجبة الفطار بعد المغرب بعد الانقطاع عنها لساعات طويلة في الصيام، وده برضو بيؤدي للصداع. أما بقى السبب الرابع فبيكون بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء طول النهار، طبعا ده بسبب ان احنا صايمين، وده بيسبب جفاف للجسم، وده كمان بيجيب صداع. اما بقى السبب الخامس عدم النوم عدد ساعات كافية، وان احنا بنسهر في رمضان، والنوم المتقطع بسبب ان احنا بنقوم من النوم عشان نتناول وجبة السحور، ده برضو بيؤدي للصداع. السبب السادس عدم أخذ قسط من الراحة في نهار رمضان. أما بقى السبب السابع فبيكون بسبب تغيير مواعيد تناول بعض الأدوية بسبب الصيام، خاصة الأدوية اللي بتساعد على تعديل مستوى ضغط الدم والسكر، مما يؤثر على الحالة الصحية، وبرضه ده كمان بيؤدي للصداع. أما السبب الثامن ودوت آخر سبب لظهور الصداع في نهار رمضان فبيكون بسبب انخفاض سكر الدم بسبب ساعات الصيام الطويلة.